هذه واحد الفكره اللي عبقريه وبكل ما تحمل الكلمه من معنى. تبع معايا، كاين واحد النوع ديال الاكواخ ديال الدجاج اللي خدام بالطاقه الشمسيه وكيتحرك من بلاصه لبلاصه. الكوخ كيديروه خفيف حيت غالبا كيصنعوه من الخشب والحديد، وكيركبوا فوقه الالواح الشمسيه باش يشعل بها الضوء في الليل ويسد بها الابواب اللي اوتوماتيكيه. هاد الاكواخ كيتحركوا بسهوله، يا اما بيديك يا اما واحد التراكتور، يعني الا كانوا صغار كتحركهم غير بيديك، ولا كانوا كبار كتحركهم بالتراكتور. وكيخليو الدجاج كيرعى فوق العشب الطري كل مره في بلاصه جديده. بهذه الطريقه كتستافد من بيض اللي هو صحي، والدجاج كيبقى نشيط، والارض كترتاح وما كتخسرش، حيت الفضلات ديال الدجاج عباره عن سماد عضوي. كتستافد يعني الارض حتى من السماد ديالهم ولا الفضلات ديال الدجاج. وحتى من ناحيه النظافه، ملي كيتحرك الكوخ كل مره كتفادى التراكم ديال الوسخ ويعني الروائح اللي كريهه. فوق هذا الشيء الطاقه الشمسيه كتعفيك من المصاريف ديال المازوت ولا الكهرباء، وكتهنى من الاسلاك والربط بالشبكه. طريقه عمليه وسهله وكتناسب المزارع الصغيره والمتوسطه وحتى الكبيره. اشنو رايكم في هذه الفكره؟